السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة الفطار. شوف احنا هنعمل ايه. معايا بطاطس، طماطم، وبصل، وفلفل أخضر، ومعايا بطاية حلوة كده غسلاها ومنضفاها ومظبطاها. كنت عيناها في الفريزر، طبعا طلعتها عشان تفك. هنبدأ الأول بصينية البطاطس. حطيت شوية الزيت، هقطع فيهم البصل بتاعي صغير كده، فهقطع بصلتين، وبعدين هقطع عليهم فلفل اخضر، اقطع الفلفل الاخضر وبعدين هنزل عليها بالبطاطس، هشوحهم شوية وبعدين انزل عليها بالبطاطس. قولوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الوصفات بتاعتي، وسهلة وبسيطة زي ما انا بقول ولا صعبة؟ انا شايفة ان هي سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص. فقولوا لي هي زي ما انا بقول كده ولا هي موضوع فيها صعب، وايه رأيكم في الفيديوهات بتاعتي؟ اكتبوا لي في التعليقات. هنا نزلت بالبطاطس، هنزل عليها بالبهارات. هحط ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات. اكتب الكمون، وبعدين هنزل بالفلفل، بعدين هحط السبع بهارات والملح، وبعدين هنزل عليها بالطماطم اللي مفرومة في الخلاط. فرملها 4 حبات طماطم، فرماهم في الخلاط وهنزل عليها بيه، واسيبها بقى لحد ما تستوي مع نفسها. ما بزودهاش ميه ولا اي حاجه، هي الطماطم مفرومه وبحطها بنزل عليها بالطماطم. بعد كده ما كنتش بعمل لها اي حاجه خالص غير وانا بحمرها في الفرن بس. هسيبها تتشوح شويه مع البصله وبعد كده انزل عليها بالطماطم. اذا اقسم بالله كانت ريحتها قلب الشقه. والله ريحتها كانت جميله جدا وطعمها ما شاء الله عليه. والله تسلم ايدك يا ام ملك، كانت جميله. نزلت كده بالطماطم، ديلها تقليبه كده خفيفه واغطيها واسيبها بقى لحد ما تستوي. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. اللي لسه ما اشتركش يشترك. احنا ان شاء الله الاسبوع ده عندنا روتينات جامده. تنظيفات بقى بتاع العيد، كل سنه وانتم طيبين. هنا ولعت على البطه، شطفتها طبعا شطفه كويسه. بعدين هولع عليها شوحها في البصل والطماطم، ورق اللورة والحبهان، شوحها كويس معاهم. نزلت عليها بالطماطم وحطيت بصل وطماطم جوه البطة، وهعمل لها بصلة وطماطماية مرتة بالفلفل والملح. هدعكهم مع بعض كويس جدا واحطهم جوه البطة. حطيت ورق لورا مع البصل والطماطم، وهحط حبهان، وهحط لها ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. ملح وفلفل اسود والسبع بهارات. والله العظيم كانوا شوية شوربة ما شاء الله، تحفة. ألف هنا على قلب اللي أكل منه. هنا عملت المرتة زي ما أنا قلت لكم، حطيتها جوه البطة
ودعكتها من بره كده بالمرتة وهسيبها تتشوح شوية بالبهارات بتاعتها والطماطم والبصل شوية. بعد كده هنزل عليها بمية مغلية وبهدي عليها النار واسيبها تستوي براحتها بقى. انا كده قلبتها الناحية التانية عشان تتشوح على الجنب التاني وهسيبها زي ما هي كده هتتسوى كده مية مغلية، وهغطي عليها واسيبها بقى لحد ما تستوي. ما تيجي تزوديها برضو مية مغلية، ما تزوديش مية برد. هنا البطاطس بتاعتي خلاص خلصت، يعني لسه هسيبها بس تنشف كمان شوية وبعد كده هطفي عليها وادخلها الفرن. وهنا غسلت الرز بتاعي وهنقعه شوية زي ما انتوا اتعودتوا معايا ان انا لازم بغسل الرز وبنقعه. هنا كنت خلاص البطة بتاعتي استوت وطلعتها، عامله لها شوية الصوص بتاعها اللي هدهنها بيه عشان احمرها في الفرن. معلقة صلصة على شوية بهارات وهدهنها من بره، هدهنها بيه زي ما انتوا شايفين كده وهدخلها الفرن. هتاخد لون واطلعها. بتدهنها كويس جدا عشان تتحمر معاكي بيبقى لونها جميل قوي. وهنا حمرت البطاطس. الفطار بتاعنا خلاص خلص، فطار خفيف، وانتظروا الفيديو الجاي هيكون فيديو جامد وهيعجبكم جدا ان شاء الله. اللمة الحلوة بس عندي انا ان شاء الله. توقعوا بقى مين اللي هيبقى عندي. لكم فيديو ان شاء الله ان شاء الله، يا رب يعجبكم. انتظروا الفيديو الجاي. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. رمضان خلاص خلص. هنا بوريكم الشوربة وكمان عملت السلطة الخضراء بتاعتي معايا كل يوم. ما ينفعش يعدي عليا يوم من غير الطبق السلطة بتاعي ده. هنا شكل الفطار بتاعنا. ألف هنا على قلب اللي أكل. قولولي بقى انتوا فطرتوا ايه النهاردة. تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين، مع السلامة، اشوفكم بكرة.